بدنا نفطر نسوي فطور. قلت له واحد من الشباب قوم قشر ثوم خلينا نسوي فول. قام يدور. قلت له عشو قاعد بتدور هذا الثوم هون؟ قال لا والله قاعد ادور على كفوف. قلت له شو بدك بالكفوف؟ قال مشان ما تضر ريحة الثوم بيدي بلبس كفوف احسن. جراباتك بالقرية كان الشلاب يتكاتلن عليهن بفكرنهن نصوص فاطس، بفكرن دجاجة ميتة يتكاتلن عليها الكلاب لجراباتك. معدتك بتطلع ريحة تقول ريقار، اسنانك بيطلع الريحة صرت ريحة الثوم تزعجك. ريحة ثومك 5 شبار لقدام عشان بتنزعج من ريحة الثوم. والله عشنا وشفنا يا الربع. في واحد صاحبي قاعد وسمع قال ايه عادي أنا ما بطيقش ريحة الثوم عادي، ما أنا على طول بلبس كفوف. قال حتى والله العظيم أنا في شغلات ما باكلها غير بالشوكة والسكين، ما بعرف شو أكلها لا بالخشوق ولا بيدي. طبعا أنت يوم كنت بالقرية تسرق بطيخ وتجيب البطيخة ما تعرفش تاكلها غير بالشوكة والسكين لأنها سرقة. والله هاي سمعتي يرحم جدك وجده اللي ماتوا من الرطوبة. الله يرحم جدك انت وهو اللي كان يفكر ابو ظبي زلمه.